لو انت شخص بتبدأ كل شوية في حاجة وتوقف، تبدأ في حاجة وتوقف، حاول تلاقي لنفسك مرساة، والمرساة دي حاجة من خلالها تثبتك علشان تستمر في حاجة بالقدر الكافي انك انت تبقى حاجة فيها. والمقصد هنا ان نقطة لو انت طبعا، وده اللي ممكن اصلا انت مختاره، ان المرساة بتاعتك هي الشغل. لو انا بتعلم او باخد الكورس ده او بعمل حاجة معينة عشان اشتغل، فطبعا انت ما بتكملش، لان في الاول والاخر الشغل غير مضمون. انت اجتهادك بيعلي نسبة قبولك في الشغل، ولكن المشكلة لازم توصل لمستوى كويس جدا في الحاجة اللي انت مثلا مختار انك تبدأها كمجال قبل ما تروح تفصل منه مثلا علشان تتقبل. ولكن المشكلة هنا انت ما عندكش الصبر. ليه؟ لان السبب اللي زي ما رجعنا، سبب الشغل غير مضمون. فهنا بقى انك تحط حاجة جديدة، والحاجة الجديدة تبقى في ايدك كده، حاجة انت اللي تقدر تتحكم فيها، حاجة انت اللي كل حاجة بالنسبة ليك انت مسؤول عنها. والمقصد هنا انك تبني حاجة. بمعنى انت بتتعلم برمجة، تمام، بتتعلم برمجة، ابني حاجة، ابني حاجة بالبرمجة. بتتعلم ويب سايت، ابني ويب سايت. لكن هنا بقى الفكرة، ابني ويب سايت مثلا لنفسك، حاجة انت هتستخدمها، وابنيه بمعنى بمعنى ابنيه انك انت بنفسك اللي تبني، مش انك تروح تستخدم شات جي بي تي فيعمل لك، فلو انت ما عملتش اي حاجة علشان تتعمق اصلا في المجال، او انك انت تمشي ورا توتوريال لحد بيبني موقع فتقلده. لا، ده بالمعنى الحرفي انك تقعد كده تشوف انك هتبني الموضوع ده ازاي، فتتعلم وتيجي وتشوف هتعمل ازاي والى ذلك. وبالمثل لاي مجال تاني، حوار مثلا ماركتنج، شوف ازاي تعمل ماركتنج كامبين لحد صاحبك، لنفسك حتى، لانك انت تعمل كامبين انك تروج لنفسك انك ماركتنج اصلا. فاهم انت الفكره؟ فالحوار ده من خلاله هيبقى فيه مرساه انت اللي متحكم فيها، انت اللي شايف نتيجة، انت اللي كل شويه بتقيس وبتعدل، انت المسؤول عن كل حاجه، وكل حاجه في ممتلكك. محدش يقدر ياخد منك الحاجه دي. على عكس حوار الشغل، اللي هو انت مهما ممكن تعمل، تيجي لي مثلا عشان اوظفك اقول لك مش عايزك، فبالتالي دي احتماليه. فبالتالي وقت ما انا بجتهد علشان اتعلم المجال بتاعي، انا حاطط في دماغي حوار الشغل، فحاطط في دماغي برضو ان ممكن الشخص ما يقبلنيش. ولكن في نفس الوقت لو في المجال اللي انا حابه واللي انا بتعلمه عشان برضه اشتغل بيه، رحت عملت حاجه بالنسبه ليا، فانا هكون حاجه واتاسس فيها كويس، ونسبتي في الشغل هتبقى عاليه، وخلاص، ويبقى وصلت بدل ما كل شويه تك 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 تك. فبس اختار حاجه تكون مرساه، انت اللي مالكها، مش حد غيرك.